الو. يا حبيبتي، ايه نتطلق؟ ايه انا عملت حاجه ضايقتك طيب ولا ايه؟ مش مرتاحه. طب نتكلم لما اروح، ماشي؟ سلام سلام سلام. في حاجه ولا ايه؟ لا عادي، ده الروتين بتاعنا يعني، بتحصل. العب يا عم. مجنونه. ده اللي كنت بقول لك عليه. بص يا اكسلانس، في الوقت اللي المجتمع كله شايف ان الست كائن مهدور حقه لان هي مرهفه المشاعر وفياضه الاحاسيس، انا بشوف ده مصدر قوه، ميزه. انت عمرك يا اخي تقدر تروح للمدير بتاعك تقول له معلش اصلا انا النهارده مش في المود، مش هقدر اشتغل النهارده. مستحيل يا حبيبي، هتقعد جنب مامي. انما بقى الست ممكن في اي لحظه باول دمعه تنزل 1000 منديل بيبقوا قدامها. انما جرب انت كده، مهما الدنيا حطت عليك تنزل دمعه واحده، نفس الراجل اللي كان بيديها المناديل هيجي يقول لك ايه احنا هنخيب ولا ايه؟ بتنشف يا معلم وفي راجل بيعيط. بص يا اكسلانس، الست ما بتخسرش كده اذا كانت اشتغلت او قعدت في بيتها. لو اشتغلت فالمجتمع كله فخور بيها عشان سترونج اندبندنت وومن، ولو قعدت في البيت يبقى الست ملهاش غير جوزها وبيتها، تقعد بقى وتربي عيالها وتروح تودي التمرين وتعاني يا حبيبتي في النادي مع جروب الماميز، واكلين شاربين قاعدين على حسابك، وفي الاخر بعد كل ده بيتقال عليها مدرسه ومربيه اجيال. انما بقى اللي زي حالتنا لو قعد في البيت بيبقى عالة على المجتمع. بص هو انا برضو مش بحسد الستات ولا حاجه، هم بصراحه برضو فيهم اللي مكفيهم، بس زي ما الستات عندها مشاكل والمجتمع كله بيشجعها، احنا كمان عندنا مشاكل ومحدش بيجيب سيرتها خالص. انت عايز ايه دلوقتي؟ بص بصراحه انا عايز الست تقعد في البيت. العب يا عم.